يلا بقى نخزن مع بعض القلقاس. بصوا، هيقعد معاكي من السنة للسنة، وطريقة السلق بيفضل معاكي اخضر من السنة للسنة برضو. لو عايزة تعرفي الطريقة كملي بقى الفيديو. معايا هنا قلقاس متقطع. بصوا، اهم حاجة عندي التقطيعة كلها تبقى واحدة نفس المقاس، عشان خاطر مفيش واحدة تبقى مستوية والتانية لا. بصوا التقطيعة دي حلوة جدا اهي. هغسله بمية مغلية وادلق الميه، وبعدين احط ميه مغليه تاني واعصر فيها ليمون واسيبه منقوع من ساعه لساعتين ينزل كل الماده اللزجه اللي هي فيه ديت، وبعدين هنديله شطفه حلوه. ادي اول مرحله ميه مغليه، اغسله حلو قوي كده وادلق الميه ديت واحط بقى في ميه تانية منقوعه فيها ليمون. دي ميه سخنه للمره التانية، هعصر بقى هنا الليمون واسيبها منقوعه كده ساعه، وبعدين هشطفها بقى شطفه حلوه قوي. معايا هنا بقى سلق. بصوا هناخد الورق بس، مش هناخد عيدين زي ما انتم شايفين كده اهو. هنغسله كويس جدا وهنحط عليه برده كزبره. الكزبره دي برده بناخد بنشيل العيدين وبناخد الورق بس اهو. هنغسل كل دوت وهقول لكم هنعمل ايه تاني. هنزل عليها بكوبايه ميه مغليه واديها كده غلوه واحده بس، مجرد ما تهبط بس، مش عايزه اكتر من كده. بنجيبه بنحمره في معلقه زبده ونديله فصين توم ونحط عليه شوربه برده ونشيله في الفريزر. وفي ناس بتحب تشيله متحمر بودر، بس الطريقه دي حلوه قوي بتخليه اخضر كده وجميل. جربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي. هي بس ما بتاخدش اكتر من 3 دقايق بس بالظبط كده، وبعدين هنطفي عليه عشان الخليط ما يتحرقش. هضربه بقى كويس، وبعد ما نقعته ساعتين بصوا بينزل كل الماده اللزجه اللي فيه. هدلق الميه دي واشطفه شطفتين كده وخلاص كده. خلاص خلصت القلقاس كيسته. بصوا مفيهوش اي ماده لزجه خالص، زي الفل، اتغسل حلو قوي. السلق برضو الطريقه دي حلوه جدا جدا جدا، ما بتتعبش المعده. هو اللي بيتحمر دوت بحس ان هو بيبقى غامق كده، وبحس انه بيعمل حموضه شويه، ما اعرفش، ده رايي انا، وكل واحد يعمل الطريقه اللي تعجبه برضو. احنا بنيجي نعمل القلقاس دوت بنطلعه على ميه مغليه، على شوربه مغليه، معلش شوربه مغليه، واول ما بيدخل على السوا بننزل عليه بالسلق، وبعد ما بياخد غلوه كده مع السلق مع القلقاس بنعمل له طشه الثوم. هبقى اعمل لكم برده فيديو بالقلقاس بتاع السنه اللي فاتت والسلق برده بتاع السنه اللي فاتت عشان تشوفوا الخضار بتاعه مظبوط ازاي. ان شاء الله الطريقه تعجبكم، واحلى لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.